بس بقول لك ايه، الفيلا دي في الجون. عندك حق يا منصور، هي مصلحة يافطة. قول لي بقى انكم قفشتوه. نعم يا روح امك. اتضربته ازاي يعني؟ طب اقفل يلا غور في داهية كتكنيله. ايه؟ في ايه؟ زفت ايوب يا سيدي. ماله ايوب؟ العيال اللي كنت بعتهم يقطروه ضربهم. ايه ده ايوب اللي عامل لنا زي القطط بسبع ارواح، وده هنعمل معاه ايه؟ ما تشغلش بالك، خلينا في شغلنا. يا عم انا ما بقاش ليا نفس حتى اشتغل يا منصور. لا بقول لك ايه، لازم يكون لك نفس، لان الشغل ده هو اللي بيجيب الملمين، الفلوس، والفلوس دي هي اللي تقوي ظهرنا وتخلينا ناشفين، تخلي لا ايوب ولا جد ايوب نفسه يقف قصادنا. يوه ما تروقوا انتوا الاتنين بقى. الله، ولا ابعت اجيب لكم بنتين كده يروقوا عليكم. لا يا ست، الحمد لله كفايه على اللي عندي. يا راجل البحر يحب الزياده. يا عم ولا زياده ولا ناقص، الشمال بيوقف الحال واحنا مش ناقصين. والنبي الشمال بيوقف الحال؟ ده انت اشول ايد ورجل يا راجل. ولا خايف البوكس يخش في ظهره زي ما حصل معاك؟ خلاص بقى يا منصور، يعني انت بتفكرني بذكريات حلوه. خلينا في المصلحه. السبوبه دي حلوه، هنطلع منها ونبيع ولا نسقعها شويه؟ نبيع يا عم واحنا مجانين ولا ايه؟ لازم نسقعها طبعا شويه، اللي النهارده بجنيه بكره يبقى ب1000، فلازم تتقل على الرز كده لما يسخن عشان نعمل مصلحه حلوه في البيع. مين اللي مسؤول عن المكان هنا؟ خير يا استاذ، في ايه؟ انا اللي مسؤول. انا مسؤول مكتب التأمينات وده الجواب بتاعنا. وانا مسؤول الضرايب وجاي اطلع على التراخيص والسجل التجاري. هي لائحة مواعيدكم ايه بالظبط؟ وازاي اللي شغالين دول قاعدين لغايه دلوقتي؟ هو حضرتك مأمنة على البنات اللي شغالين معاكي دول؟ انا نفسي افهم بس انت ما بتردش عليا ليه؟ اوعى والنبي يا ايوب تكون فاكر ان انا فعلا اكون عملت كده بجد. ده انت عارف اختك يعني. وبعدين ما انا لو عملت كده فعلا اخبي يعني عليك انت؟ ده انت اخويا وستر وغطى عليا. صدقني بس منصور ده ابن كلب، هو اللي بيتبلى عليا. يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بسم الله ما شاء الله. والنبي حلو المكان، دمه خفيف كده وشرح وبرح يعني. ليه كده؟ ليه كده يا ايوب؟ ليه والنبي؟ والله العظيم ما قلت حاجه. ليه كده؟ ليه كده يا ايوب؟ ليه والنبي؟ لا والنبي لا والنبي لا يا ايوب، لا يا ايوب، ليه كده بس؟ ليه والنبي؟ عايزك تسمعني كويس وتركز معايا. يا عم ما ترسيني ايه العباره لغايه اما يجي صاحبك، وبعدين حط نفسك مكاني. كنت هتعمل ايه مع الديانه والبوليس والقلق اللي عاملينه تحت؟ كان لازم اعمل كده، بس صاحبك طلع 100 دخل لي دخله صح. انت مش عايز تسدد كل اللي عليك؟ ايوه طبعا. وبعد ما تسدد كل اللي عليك يبقى معاك شويه فلوس تفتح بيهم مشروع. ما قلت لك ايوه طبعا، ما تتعبنيش ارجوك. تمام. عشان تسدد كل اللي عليك عايز كام؟ يعني حسبة مليون وشوية فاكهة كده، يعني 160,000. حلو قوي. احنا بقى عايزينك تجيب لنا 2 مليون جنيه. نعم. وبعد 6 اشهر هنرجعهم لك 4 مليون. انت عبيط صح؟ يا عم بقول لك مديون ب1 مليون، تقول لي اجيب 2 مليون؟ انت عبيط ولا ايه؟ ولا مش فاهم؟ انا مش فاهمك اساسا. هتفهم اما نشوف. انت ما بتردش ليه يا اخي من اول مره؟ معلش يا حبيبتي، اصل كنت في ميتي. طب الحقني، بتوع الضرايب ومكتب العمل عندي في المحل. بتوع الضرايب ومكتب العمل يقول لك المحل ليه؟ ما انا مظبطهم ومتطرعمهم على الاخر. ايه اللي يجيبهم؟ انت بتسالني انا؟ هتقعد تهري في التليفون والناس عندي؟ اتصرف تعالى واخلص. خلاص اهو مسافة السكة. يا والنبي سجنتيني وموتت امك وبعت البيت وبعتينا كلنا عشان الكلب اللي رماكي،
وجايه دلوقتي مطاطيه راسك في التراب وبتقولي سامحوني. انتي لفيتي ورا عمتك ورحتي سرقتي عربيه منصور وبعتيها. بهدلتي الست وبهدلتي عيالها. ده احنا ما عرفناش طريق الاقسام اللي بعد مصايبك. انتي ايه؟ انتي ايه؟ انا كنت بحرم نفسي من كل حاجه علشانك. حرمت نفسي من علاجي عشان ما احرمكيش من حاجه، واول ما عضيتي ده انا ورميت امك. رميتي امك للغرب يغسلوها. ايه؟ منصور السبب، منصور السبب، منصور اللي انت جاي دلوقتي تضربني تمد ايدك عليا عشانه. ينفع اللي انت بتعمله في اختك ده عشان كده بتاخد حقها من واحد كلب ضحك عليها؟ تاخدي حقك تقومي ملبسه روحك قضيه. هو ده خدان الحق. انا ما عملتش حاجه بايدي، والله ما عملت حاجه بايدي يا ايوب. اسمعني بس، اسمع. بص، انا كلمت وفاء صاحبتي، قلت لها يا وفاء والنبي وقفي جنبي، انا عايزه اخد حقي من منصور. راحت جابت ناس هم اللي سرقوا العربيه وخدوها باعوها. والنبي يا ايوب تسامحني، انا والله ما عملت حاجه، انا كنت باخد حقي. ربنا هو اللي بيسامح يا سامح، انا مش ربنا. امك زمان لما كنت بمد ايدي عليكي كانت بتقف لي، انما دلوقتي انا متاكد لو كانت واقفه وقاعده معانا الله يرحمها كانت هتسيبني اكمل عليكي. احنا ما عرفناش نربيكي. صباح الفل يا اما. صباح الخير يا ضنايا، ايه اللي اخرك كده؟ اكل العيش بقى يا اما. طب احضر لك تاكل؟ تسلم يا ست الكل. كلت الصبح مع عثمان وقال لي هيخلص شغله ويجي بدري، ولسه ما جاش ولا ايه؟ لا ما جاش. تلاقيه بيلف بالعربيه شويه يعمل قرشين. البت اسمها فين؟ في اوضتها. بقول لك ايه يا واد يا خالد، ايه؟ انا قلبي واكلني قوي على البت سماح، خايفه لا يكون ايوب عمل فيها حاجه بعد ما خدها من عندنا. هي اي نعم تستاهل الحرق، بس انا برضو قلبي واكلني عليها. سكه ودغري يا اما، حقه يعمل معاها اي حاجه، بس المصيبه يا اما لا البت تموت في ايده بجد. يا مصيبتي السودة، تموت في ايده؟ طب بقول لك ايه يا ابني، ما تيجي نروح نشوفه؟ يا اما ده عامل زي الزيبه وحد عارف يلاقيه، وبعدين كل لما نكلمه ما بيردش. يا لهوي، استرها معانا يا رب. انا هخش اريح جوه بقى. انت بتعملي كوسه؟ اوعى يا عم انت يا رقصاك. انت رايح فين يا متخلف؟ انت متخلف؟ اقف مكانك. انا متخلف؟ اقف مكانك. انا متخلف ولا انت اللي متخلف اساسا؟ يا جدع حرام عليك، بقول لك مديون بمليون، اجيب لك 2 مليون ازاي؟ هو في حد فارقكوا عبيط ولا حاجه يعني ولا ايه؟ بص يا جدع انت، انا مستحمل زفاره لسانك عشان انت مش فاهم. يا عم انت اللي مش شايف، انت اساسا جايبني من الشارع وانا بشحت، اجيب لك منين 2 مليون؟ يعني اسرق بنك؟ ما احنا عايزين الفلوس دي عشان نسرق بيها بنك. يا دين النبي ما شاء الله، الله اكبر، يبقى معايا 2 مليون واروح اسرق بنك؟ انت ايه يا جدع انت، في ايه مالك، في ايه؟ ما ال 2 مليون دول هيجيبوا 20، انت هتاخد 4 مليون تسدد الفلوس اللي عليك، و3 مليون تبدا بيهم حياتك. انا موافق، 3 مليون ابدا بيهم حياتي. نرجع لموضوعنا، نجيب الفلوس منين؟ يا دي النيله، اهو ايوب جه، اتصرف معاه. قول له يا ايوب، في ايه مالكم؟ ها قال لك هيجيب ازاي ال 2 مليون؟ نعم، ده انتوا انتوا الاتنين مجانين. بقول لكم يا جماعه حرام عليكم، انا معيش فلوس، وبعدين لو معايا ال 2 مليون كنت فاتي نفسي وسددت اللي عليا. ايه الكلام ده؟ هو مش انت فهمتني ان عنده علاقات وناس ممكن يساعدونا؟ كان زمان قبل ما خسرهم فلوسهم، لكن دلوقتي خلاص بح مفيش فلوس. وانت عايز نروح برجلي ليهم؟ ده لو شافوا خلقتي هيموتوني. ده انا قلت يا راجل حرام عليك، هنقف كده على رجلينا ونبدا شغل. طب انت تقول لي روح برجليك ليهم؟ هم اصلا لو شافوا خلقتي هيموتوني، بقول لك هيموتوني، حرام عليك يا ابني. افهم، محدش هيقتل حد ولا يموت حد، واحده واحده. انا عايزك تفكر كويس قوي مين اللي ممكن يساعدنا ويمولنا بالمبلغ ده، لانه مفيش حل للازمه الزفت اللي انت فيها غير اللي احنا هنعمله ده. فكر كويس.
هو انا قلت تقول احلبوه؟ يا جماعه فهموني، لو كنت قلتوا لي من سنه كنت جبت لكم 5 مليون مش مليون. وبعدين بقى بصراحه انا مش فاهم اي حاجه من اللي انتوا بتعملوها. يا ابني لو اي حد من معارفك التقال دول عرف ان المبلغ اللي انت هتاخده منه هترجعه له الضعف زائد الفلوس اللي انت مديون له بيها كمان، هيعمل ايه برقبتك؟ ما في داهيه رقبتك. ده زائد بقى ايه؟ انك انت ممكن تستعيد امجادك بتاعت زمان، ترجع لطفي. لا 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 لو شافني ممكن يقتلني. لا ممكن يقتلني. انت فكرت في حد؟ يلا قول لي مين. قول. لا بس انا خايف لو شافني هيقتلني، بقول لك هيقتلني. يا ابني ما حدش هيقتلك، قول فكرت في مين؟ صدقني هم اساسا لو شافوا خلقه امي ديت هيقطعوني حتت. يا ابني انت دماغك طوبه ما بتفهمش. ما هو قالها لك، هيستفيدوا ايه برقبتك؟ قول لي بقى فكرت في مين؟ قول. المعلم برعي هو اللي ممكن يديني الفلوس. مين المعلم برعي؟ لا 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 ده تاجر قطع غيار سيارات وخردة، برفان يعني، لكن هو في الأصل تاجر سلاح كبير قوي. لو قلت له ان فلوسه هترجع له في خلال 6 شهور اضعاف مضاعفه هيوافق. طب لو قتلني؟ هلحقك. نعم. ايوه مين؟ يا اهلا بالمفاجآت الحلوه. انت فين؟ طب خليك عندك، هبعت لك عربيه تجيبك لحد عندي. يلا سلام يا حلو. مين ده اللي جاي؟ واحد حبيبي قوي وبعتبره دراع اليمين، ابعت له عربيه تجيبه لحد ما ارجع. انت رايح فين دلوقتي واحنا في العكه دي؟ مش هينفع كده يا ايوب، عايزين نخلص. قبل الظهر هبقى عندك، ماشي؟ سلام. حاضر. سلام. اتفضل. ماشي. استناك لسه فاكر تيجي دلوقتي بعد ما قفلوا لي المحل وشمعوه؟ يا راغده مالك داخله علينا على الحامي كده ليه؟ انت لسه شفت حامي؟ انت لسه شفت مني حاجه؟ بقى انا اتصل بيك كل ده تقعد تقول لي جاي وما تجيليش غير دلوقتي؟ بعد ايه بقى ان شاء الله؟ يا وليه افهمي، اللي حصل ده امر عادي وبيحصل في كل المحلات. انت بس اللي مش فاهمه حاجه وما عرفتيش تسيسي امورك مع الناس ولا تفتحي مخك معاهم. لو كنت ضربت ايدك في جيبك طلعت باكو ولا 2 كانوا هيخلصوا لك كل حاجه ويضربوا لك تعظيم سلام. امال حموسه فين؟ احمد فين؟ نايم جوه. طب يعني هم ايه اللي فوقهم عليا دلوقتي بالذات؟ ما سكتش، فضلت ادور واتطقص وانخور لحد ما عرفت ان ايوب اللي مبلغ عليكي. ايه؟ ولا ايه؟ على اساس ان ايوب ده يعني ملاك من السماء هو اللي مبلغ. انا كنت عارفه من الاول انه مش هيسيبني في حالي. انا كنت عارفه والله العظيم. انت ما وراكيش غير الكلمتين دول؟ اللي بيعملوا ده شغل عيال، ما يهزنيش في اي حاجه. وانا خلاص اتفقت مع منصور يخلص الورق والاجراءات وكله يبقى تمام. يعني رئيس البلديه نفسه لو جالك المحل مش هيقدر ينطق معاكي كلمه. محل ايه؟ مش المحل اللي انا بفكر فيه. انا اللي مخوفني ازاي ايوب لحد دلوقتي ساكت على موضوع ابنه. ابنه يا راغده، انا قلت لك 100 مره ما تقوليش كده. ده ابني انا. بقول لك يا راغده انا مش قاعد لك في البيت، وعشان تفهم انا سايب لك ناس يقفوا تحت يحرسوك انت والواد، وعلى الله تقول الكلمه دي تاني. فين المفتاح؟